تفاجأنا بالقرار الأخير للمحكمة الأوروبية من خلال أنها تلغي اتفاقية الصيد البحري مع والفلاحة مع المملكة المغربية. وهذه الخطوة هي خطوة اللي كانت تأسفوا عليها بطبيعة الحال من محكمة الاتحاد الأوروبي، واللي تجاوزت فيها اختصاصات ديالها، لأنه المملكة المغربية دائما كانت شريك استراتيجي ومهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال في احترام تام للوحدة الترابية للمملكة. وهذا هو اللي عبرت عليه مجموعة من الدول الأوروبية الكبيرة كإسبانيا، فرنسا. ولا يخفى على أحد بأنه هذا القرار ديال المحكمة الأوروبية جاء منافي للتوجهات العامة ديال الاتحاد الأوروبي، ولا أيضا ما مشاش في التوجه اللي مشات فيه المملكة البريطانية من قبل، بأنها كانت حيادية في موقفها في هذا الملف، وكانت ملتزمة في إطار الحياد التام وفي مقررات مجلس الأمن. بالنسبة لنا احنا كساكنة الأقاليم الجنوبية، احنا متشبثين بهذا بالعرش العلوي المجيد، احنا في بلادنا وفي ترابنا. دونك من ناحيه المعاملات التجاريه الحمد لله اليوم المغرب هو شريك فيابل بالنسبه لمجموعه من الدول، والمنتوجات المغربيه كتعرف واحد التطور كبير في اطار التسويق ديالها، لا على الصعيد الامريكيتين ولا الشرق الاوسط ولا ايضا افريقيا. دونك احنا ملي كنتكلموا على واحد الاتفاقيه بطبيعه الحال اللي هي عندها واحد الدور كبير في توطيد العلاقات وكلبنة أساسية من أجل تطوير وتجويد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لا داعي للشك بأنه تعاليق الدول الأوروبية لفرنسا ولا إسبانيا ولا هنغاريا ولا مجموعة من الدول حول تفنيدها ولا عدم ترحيبها بهذا القرار ما هو إلا دعم لبلادنا والوحدة الترابية للمملكة. وحنا كنظنوا بأنه اللي خاسر من هذه الاتفاقية هو الاتحاد الأوروبي، ولكن بلادنا ماشية لقدام وماشية في إطار تنزيل الأوراق التنموية، وكيف ما قلت اللي إلا ما كانش اتفاقية محترمة الوحدة الترابية ديال المملكة احنا ما عندنا بها حتى علاقة. وبلاغ وزارة الخارجية ديال المملكة المغربية كان واضح في هذا الإطار، وأعطى التوجه العام وأيضا محددات العلاقات الثنائية وضوابطها.